تخيل أن مدربا يوقع عقدا جديدا بالملايين ثم يختفي في أول يوم من دخوله حيز التنفيذ. هذا بالضبط ما يحدث الآن مع فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الوطني الجزائري، لكن القصة أخطر بكثير من مجرد غياب، لأن هناك قرارات صدرت خلف الكواليس وأسماء بدأت تجهز لخلافته، والفاف تنتظر خطوة واحدة فقط قد تنهي كل شيء. فما الذي يحدث الآن فعلا؟ وهل انتهت علاقة بيتكوفيتش بالمنتخب الجزائري قبل أن يبدأ عقده الجديد؟ قبل أن نحكم على ما يحدث الآن علينا أن نعود قليلا إلى الوراء، لأن بداية هذه القصة لم تكن يوم غاب بيتكوفيتش عن الجزائر، بل بدأت منذ نهاية كأس العالم 2026 بعد خروج المنتخب الجزائري من الدور الثاني والثلاثون. ظن الكثيرون أن مشوار المدرب السويسري انتهى، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي طالته من الجماهير ووسائل الإعلام، لكن ما حدث كان عكس كل التوقعات. الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يعلن إقالة بيتكوفيتش، بل منحه عقدا جديدا يمتد حتى صيف 2028، وهذا العقد تم تجديده قبل بداية كأس العالم 2026 أصلا، براتب يعد الأعلى بين جميع مدربي المنتخبات الإفريقية، ما يقارب 160 ألف يورو شهريا. وهنا بدأ السؤال الحقيقي بين الجماهير الجزائرية: إذا كانت الفاف وافقت على تجديد الثقة في المدرب قبل بداية كأس العالم، فلماذا بدأت العلاقة بين الطرفين تتوتر بعد أسابيع فقط؟ المعلومات القادمة من داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم تكشف أن الأمور لم تكن هادئة كما يعتقد الجميع، فخلف الأبواب المغلقة كانت هناك مراسلات واجتماعات وقرارات لم تعلن للرأي العام مباشرة، بل بدأت تتسرب تدريجيا لتكشف أن بيتكوفيتش دخل مرحلة مختلفة تماما مع المنتخب الجزائري. فالاجتماعات التي عقدت مباشرة بعد نهاية كأس العالم من أجل تقييم مشوار المنتخب الجزائري في هذه الدورة جاء بقرارات مفاجئة ومغايرة تماما لما يعتقده الجميع. فأول هذه القرارات كان ما يتعلق بالطاقم الفني للمدرب بيتكوفيتش. الفاف لم تعد ترغب في استمرار الأمور كما كانت، وقررت إنهاء مهام مساعده دافيد موراندي بعد الجدل الكبير الذي رافق ظهوره مع جماهير منتخب سويسرا عقب إقصاء المنتخب الجزائري من كأس العالم، إضافة إلى تصريحاته التي اعتبرت مخالفة للالتزامات المفروضة على أعضاء الجهاز الفني. لكن المفاجآت في القرارات استمرت، إذ أن الاتحاد لم يكتفي بإنهاء مهام المساعد، بل بدأ يجهز أسماء جديدة للانضمام إلى الطاقم الفني، يتقدمها القائد السابق عنتر يحيى إلى جانب مدرب منتخب أقل من 23 سنة رفيق صيفي. وهنا بدأت تظهر أولى علامات الخلاف، لأن بيتكوفيتش بحسب التقارير لم يمنح موافقته مباشرة وطلب مهلة قبل الرد على هذه التغييرات. وللتذكير هذا لم يكن الشرط الوحيد، الفاف وضعت بندا جديدا يلزم المدرب السويسري بالإقامة داخل الجزائر لمدة 3 أسابيع من كل شهر حتى يكون قريبا من اللاعبين المحليين ويتابع البطولات الوطنية ويشارك بشكل يومي في التحضير لمستقبل المنتخب الجزائري، وهو شرط لم يكن مطبقا بنفس الصرامة خلال الفترة الماضية. والسؤال الذي يطرحه الجميع الآن: هل كان هذا الشرط هو السبب الحقيقي وراء غياب بيتكوفيتش، أم أن هناك خلافات أكبر لم تكشف بعد؟ الفاف وبعد مراسلتها للناخب فلاديمير بيتكوفيتش قامت بإرسال مراسلة ثانية طلبت فيها من المدرب إرسال البرنامج التحضيري الخاص بالمنتخب الجزائري استعدادا لمواجهتي زامبيا وبوروندي ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2027. الجميع كان ينتظر ردا سريعا من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، لكنه طلب مهلة جديدة. وهنا ارتفع منسوب القلق داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لأن المدرب لم يرد على المراسلة الأولى ولم يحسم موقفه من المراسلة الثانية، ثم جاء الغياب عن الجزائر في أول يوم من العقد الجديد ليزيد الغموض أكثر فأكثر. بعد كل هذه الأمور والمتغيرات أصبح السؤال مختلف تماما: هل نحن أمام مجرد تأخير إداري، أم أن العلاقة بين بيتكوفيتش والفاف وصلت إلى نقطة لا عودة؟ والأكثر إثارة أن بعض المصادر تتحدث عن تحركات داخل اللجنة التنفيذية الوطنية برئاسة الشيخ رابح سعدان التي تتابع الوضع عن قرب، مع وجود حديث عن دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين تحسبا لأي تطور مفاجئ. ورغم أن الاتحاد الجزائري لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد رحيل بيتكوفيتش، فإن تزامن كل هذه الأحداث في وقت واحد جعل جماهير المنتخب الجزائري تتساءل: هل نشاهد آخر أيام المدرب السويسري على رأس العارضة الفنية للخضر، أم أن الأيام المقبلة ستشهد اتفاقا جديدا يعيد الهدوء بين الطرفين؟ الإجابة قد لا تتأخر كثيرا، لأن المرحلة
القادمة ستكون حاسمة، خاصة مع اقتراب مباريات المنتخب الجزائري في تصفيات كأس إفريقيا 2027 والتي لا تتحمل أي ارتباك داخل الجهاز الفني. من جهة أخرى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يدرك جيدا أن وضعه القانوني مختلف تماما عن السابق، فالمدرب السويسري لا يزال مرتبطا بعقد يمتد إلى غاية صيف 2028 وهو عقد يمنحه حماية قانونية، لذلك فإن أي قرار بفسخ العقد لن يكون سهلا بالنسبة للاتحاد الجزائري، وهذا ما يفسر حسب متتابعين كرة القدم لماذا لم تتجه الفاف مباشرة نحو الإقالة، بل فضلت إدخال تعديلات على طريقة العمل داخل المنتخب الجزائري على أمل الوصول إلى صيغة جديدة تضمن استمرار المشروع دون الدخول في نزاعات قانونية أو تعويضات مالية كبيرة. من جانب آخر بيتكوفيتش يعلم أن المرحلة المقبلة ستكون الأصعب منذ توليه تدريب المنتخب الجزائري، فالجماهير لم تعد تقبل سوى النتائج، خاصة بعد خيبة كأس العالم 2026 وأي تعثر جديد في تصفيات كأس إفريقيا 2027 قد يعيد المطالبة برحيله بقوة أكبر، ولهذا فإن قراره خلال الأيام القادمة سيكون مصيريا، إما أن يقبل بالشروط الجديدة التي فرضها الاتحاد الجزائري لكرة القدم ويبدأ صفحة جديدة مع المنتخب الوطني، أو يتمسك بموقفه لتدخل العلاقة بين الطرفين مرحلة قد تنتهي بالانفصال، لكن من هو الطرف الذي يملك ورقة الضغط الأقوى؟ من جهة الفاف تريد مدربا حاضرا بشكل دائم داخل الجزائر قريبا من البطولة المحلية ومتابع للاعبين عن كثب، ومن جهة أخرى بيتكوفيتش يملك عقدا ساري المفعول ويعرف أن إنهاءه لن يكون أمرا بسيطا، وأي تأخير في إعداد البرنامج الفني أو حسم ملف الجهاز الفني الجديد قد يؤثر على تحضيرات المنتخب، وهو أمر لا يرغب فيه أي مشجع للخضر. الجميع ينتظر ظهور بيتكوفيتش أو صدور بيان رسمي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوضح حقيقة ما يجري. شاركونا آراءكم في التعليقات، هل تؤيدون استمرار فلاديمير بيتكوفيتش مع المنتخب الجزائري أم ترون أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة مع مدرب آخر؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد المنتخب الوطني الجزائري.